بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عصام بدر وفيديو جديد. كالعادة طبعا في البداية برحب بحضراتكم، يا رب دايما تكونوا في أفضل صحة وفي أفضل حال. النهاردة طبعا يمكن يوم صعب على جماهير نادي الزمالك شوية، ويوم صعب على جماهير أو بعض جماهير الكرة المصرية، بخلاف بقى الانتماءات. النهارده أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا اعتزاله لكرة القدم. طبعا شيكابالا أسطورة كبيرة وأسطورة كروية مصرية، شاء من شاء وأبى من أبى. شيكابالا من أمهر اللاعبين في الكرة المصرية، اللاعب الوحيد الذي لن يختلف عليه أي مدرب، بخلاف الانتماءات. أي مدرب في أي نادي في الدوري المصري كان يتمنى وجود شيكابالا معه. شيكابالا طبعا أسطورة كبيرة، شيكابالا لاعب مهاري، شيكابالا معشوق جماهير نادي الزمالك. شيكابالا خليني أقول لحضرتك إن هو يمكن أعلن عن اعتزاله، ولكن هو في قلب كل زملكاوي. طبعا ليلة حزينة النهاردة على جمهور نادي الزمالك، بصرف النظر بقى عن كل الهجوم اللي كان على شيكابالا، ولكن في النهاية شيكابالا أسطورة كبيرة. شيكابالا الكثير والكثير من لعيبة كرة القدم يعشقون شيكابالا. يمكن النهاردة ظهر مع إبراهيم فايق على قناة MBC. شفنا مداخلات عديدة من لعيبة كرة قدم، شفنا مداخلة من مؤمن زكريا، ويمكن شفنا مداخلة من عبد الله السعيد، شفنا مداخلة من عمر جابر، شفنا مداخلة من الأستاذ ممدوح عباس الرئيس السابق لنادي الزمالك. وبالمناسبة الذي توعد شيكابالا على الهواء مباشرة بإقامة مباراة كبيرة، مباراة اعتزال لمحمود عبد الرازق شيكابالا. هتبقى مباراة كبيرة، هيبقى فيها نجوم طبعا، نجوم كبار لمباراة اعتزال شيكابالا. طبعا مباراة هتليق بيه وتليق بنادي الزمالك في نفس الوقت. شفنا طبعا لعيبه كتير يمكن سندت محمود عبد الرازق شيكابالا في اعتزاله. شفناه كمان برضو تحدث مع ابراهيم فايق عن عده لعيبه. من بعض اللاعبين دول احمد سيد زيزو الذي انتقل الى النادي المنافس، وشفنا قد ايه كلام شيكابالا على زيزو. وكمان تحدث عن اللي هو كان واخد القرار الاعتزال من الموسم السابق، وكمان تحدث عن ان ليه بعد نهاية السوبر الافريقي مثلا ما اعتزلش ليه ببطولة، ليه من بعد نهاية كأس مصر ما اعتزلش ليه ببطولة. ولكن خليني اقول لحضرتك، هي دي اللعيبة الكبيرة، هي دي اساطير كرة القدم، هي دي اللعيبة اللي هي فعلا من جانب الاحترام. هي دي اللعيبة فعلا اللي المفروض الكل يكلل مجهوده بما يليق بمحمود عبد الرازق شيكابالا. طيب خلينا ناخد النقط اللي هو اتكلم فيها مع ابراهيم فايق على قناة MBC. خلينا ابتدي من عند ليه ما اعتزلش بعد مثلا كاس مصر. شفنا شيكابالا قال لك انا واخد القرار من الموسم السابق، وقال لك كمان ان تواصل معه احمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، وكمان كان بيحاول يقنعه عن اعتزاله ويكمل الموسم ده مع نادي الزمالك عشان شيكابالا أسطورة كبيرة. وبالمناسبة اللي ما يعرفش دور شيكابالا داخل غرف خلع الملابس، دوره كبير جدا جدا جدا. بيعرف يسيطر على اللعيبة كويس، بيعرف بيعمل حالة مع اللعيبة كويس، بيعرف قد ايه وقت غضب اللعيبة من مشكلة ما بيعرف يسيطر على اللعيبة، لان كان ليه دور كبير جدا جدا داخل غرف خلع الملابس. ويمكن اشاد بيه الكابتن ايمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، اشاد بيه قبل ما يمشي. ومن توصيات الكابتن ايمن الرمادي كمان اللي كان شيكابالا يكمل الموسم السابق. انا قلت لحضرتك مفيش مدرب سواء درب الزمالك او اي نادي، اي نادي غير الزمالك اختلف على شيكابالا كان يتمنى وجود شيكابالا معاه طبعا. شفنا كلام كتير. طيب خليني اقول لحضرتك ان شيكابالا قال ان هو مرضيش يعتزل بعد نهائي كاس مصر عشان اللعيبه ما تبقاش مشغوله بيه هو ويضيع فرحه البطوله وهي بطوله كاس مصر. شيكابالا قال لا، اللعيبه تفرح بالبطوله، الجماهير ايضا تفرح بالبطوله. الجماهير اللي هي يا جماعه عند شيكابالا حاجه كبيره جدا. يمكن كمان شيكابالا قال انا اعتزلت
كرة القدم، ولكن لم أعتزل جماهير نادي الزمالك، هي الداعم الوحيد لنادي الزمالك ولشيكابالا. كمان قال هي السند لكل لعيبة نادي الزمالك، وهي السند مش لشيكابالا بس، والسند الدائم باستمرار لكيان كبير اسمه كيان نادي الزمالك. شفنا كمان تحدث عن لجنة التخطيط، وتحدث عن دور ميدو. شفنا كمان شيكابالا تحدث عن أحمد سيد زيزو. طبعا تطرق إبراهيم فايق للسؤال لشيكابالا إن هو ما صافحش أحمد سيد زيزو، قال له ده من حب ليه، عشان برضو تبقى عارف قد إيه احترام اللاعب، قد ايه تعرف ان شيكابالا اسطوره كبيره، قد ايه تعرف ان شيكابالا نجم كبير، قد ايه تعرف ان شيكابالا امهر لاعب في مصر، قد ايه تعرف ان محمود عبد الرازق شيكابالا حاله انسانيه لن تتكرر داخل الدوري المصري. قال لك انا ما صافحتش زيزو بعد ما جه في حال غيابه عن المران عشان حب ليه، عشان انا بحب احمد سيد زيزو. قال لك كمان انا كنت هنوي الاعتزال وهسلم الرايه لاحمد سيد زيزو، عشان تعرف قد ايه هو نجم كبير، وعشان تعرف قد ايه كان كلام زيزو دايما معاهم باستمرار ان هو نجم من نجوم نادي الزمالك. الكلام اللي كان بيقوله طبعا اللي هو ابن من ابناء نادي الزمالك، اللي هو كان بيقول لك انا عايز اسطر تاريخ نادي الزمالك، انا عايز ابقى اسطوره كبيره زي شيكابالا وحازم امام. ده طبعا كان كلامه. شيكابالا قال لك انا كنت همشي وهسلم الرايه لاحمد سيد زيزو، كنت هسلم له الرايه ان هو يبقى مكاني، كان هيبقى معشوق الجماهير مكاني، او بعده او زيه، بلاش نقول مكانه او زيه. شفنا برضو ده عرفك ان هو كان يعني بعلاقة حب مع جميع اللعيبة، لاعب لن يختلف عليه اي لاعب. اي لاعب بيجي ناس الزمالك طبعا بيحب شيكابالا، طبعا ده من ادبه واخلاقه، وشيكابالا قد ايه قريب، بصرف النظر بقى عن الخلافات والمشاكل اللي كانت موجوده بين الجمهورين، والسباب الذي توجه له شيكابالا، السباب الجماعي من جمهور النادي المنافس. وطبعا ده كان بيعمل ازعاج كبير لمحمود عبد الرازق شيكابالا، ويمكن عانى من الكلام ده في فتره من الفترات. شايف كمان ان ما كانش حد تطرق الحديث برضه شيكابالا، قال ان ما كانش حد بيبقى واقف جنبي. وظروف شيكابالا داخل نادي الزمالك كانت مختلفه شويه، لان شيكابالا كان بيبقى موجود ودايما في حل مجالس للادارات، دايما كان بيبقى في مشاكل في نادي الزمالك، ولكن اعتزل وبحقبته 18 بطوله. يعني شيكابالا اعتزل وهو معاه 18 بطولة، سواء بقى الدوري المصري، سواء كاس مصر، سواء السوبر الافريقي، سواء السوبر المصري، سواء بطولة وحيدة الكونفدرالية، البطولة اللي هي العربية، اللي هي الودية العربية اللي اتلعبت في السعودية أمام الهلال السعودي. طبعا شيكابالا نجم كبير، شيكابالا أسطورة كبيرة، شيكابالا خلوق، شيكابالا محترم، شيكابالا طبعا حدث ولا حرج. شفنا إبراهيم فايق يعني كان طلب قبل ما يجي طبعا شيكابالا الحلقة، طلب منه تيشيرت نادي الزمالك، وكمان سأل شيكابالا على التيشيرت أثناء الحلقة، فقال له طبعا هترتدي التيشيرت، قال له أنا طبعا أرتدي تيشيرت نادي الزمالك. وبعدين ده تيشيرت شيكابالا، فخر لأي حد يرتدي تيشيرت شيكابالا، وطبعا تيشيرت نادي الزمالك فخر لأي حد إن هو يرتدي تيشيرت نادي الزمالك. طبعا ده بخلاف إن ده ما يمنعش إن جمهور نادي الزمالك غاضب من إبراهيم فايق قولا واحدا. ويمكن شيكابالا قال له في الحلقة، قال له طبعا انت اعلامي كبير، انت بتعرف تشوف شغلك كويس، ولكن جمهور نادي الزمالك زعلان منك. وطبعا ده يعرفك قد ايه نقاء شيكابالا، قلب ابيض، ما بيشيلش من حد، ما بيعبيش من حد، بيحترم الجميع على مسافة واحدة من الجميع. كل اللعيبة زعلت، شفنا مؤمن زكريا كان بيتكلم ازاي، ولعيبة كتير، لعيبة كتير جدا جدا بتعشق شيكابالا من جميع الأندية، طبعا بتحب شيكابالا. فطبعا ده أسطورة لن تتكرر داخل الكرة المصرية، او لاعب من امهر اللعيبه اللي موجودين في الكره المصريه. خليني اقول لحضرتك برضو لن تتكرر موهبه شيكابالا داخل الكره المصريه، وطبعا ده بشهاده الجميع. ايا كان انتماء حضرتك ايه، مش في الزمالك بس اللي هم بيحبوا شيكابالا، بصرف النظر بقى عن الناس اللي هي ايه، اللي هي مرضى نفسيين. دول ناس اللي هم الناس اللي هي طلعت وقالت شيكابالا
واتخانق مع الاداره، والحق الاداره عايزاه يعتزل بالعافيه، الحق الاداره اتخانقت مع شيكابالا لازم تعتزل، كفايه بقى انت مش عارف خليت شكلنا ايه. بصوا يا جماعه، كل ده الاشخاص دي انا ما اقدرش اوصفهم غير بان هم اشخاص مرضى نفسيين. ليه؟ لان شيكابالا نجم كبير، شيكابالا اسطوره كبيره. من رابع المستحيلات طبعا ان مجلس اداره نادي الزمالك يعني يضغط على شيكابالا ان هو يعتزل. هذا الكلام غير صحيح بالمره، ليس له يعني ليس موجود في كرة القدم. الكلام ده مش موجود نهائي. مفيش حاجة اسمها الإدارة بتضغط على شيكابالا عشان يعتزل، مفيش حاجة اسمها الإدارة اتخانقت مع شيكابالا عشان يعتزل. الأشخاص اللي هم تحدثوا في كده، أو الأشخاص اللي هم أو بعض الصفحات اللي تحدثت في كده، فكلنا عارفين انتماءات الصفحات دي طبعا. مع احترامنا لكل الناس، احنا ما عندناش مشاكل مع أي حد، ولكن عندنا خلاف مع بعض الأشخاص اللي هي دايما البوستات بتاعتها بتتأجر، البوستات اللي هي المأجورة. احنا عارفين الصفحات دي تبع مين، ومين اللي بيأجر الصفحات دي، ومين اللي بيكتب الكلام ده، ومين اللي بيعمل الكلام ده كله. طبعا الناس اللي هي المرضى النفسيين اللي قالت ان إدارة نادي الزمالك بتضغط على شيكابالا عشان يعتزل. وكمان قالوا دخلوا جون ادوارد كمان في الموضوع، قال لك ده جون ادوارد جاي وفي حرب بيصفي كل الناس وكل مش عارف ايه وايه، وبيضغط على الاداره كمان عشان الاداره تضغط على شيكابالا ان هو ما يكونش موجود. طيب النهارده اداره نادي الزمالك قالت او حجبت تيشيرت نادي الزمالك اللي هو رقم 10، لن يرتديه اي لاعب داخل فريق كره القدم بنادي الزمالك. هل مجلس الاداره اللي موجود لو كان مثلا اتخانق مع شيكابالا زي ما الاشخاص المرضى النفسيين اللي بيقولوا ان هو كان اتخانق مع شيكابالا او بيضغط على شيكابالا عشان شيكابالا يعتزل، هيحجبوا تيشيرت محمود عبد الرازق شيكابالا اللي هو رقم 10 اللي لن يرتديه اي لاعب داخل نادي الزمالك؟ هل لو هم عايزينه يمشوا التيشيرت بتاعه بالرقم بتاعه مفيش اي حد هيلبسه في نادي الزمالك؟ فطبعا ده يعني طبعا الكلام ده احنا عارفين الناس دي كويس، عارفين مين اللي هو دايما او عايز باستمرار يضرب استقرار نادي الزمالك بلاعيبته. عارفين الكلام ده كله، عارفين مين الاشخاص اللي هي بتفبرك تصريحات وينسبوها اللعيبه. عارفين الكلام ده كويس، عارفين مين. يعني هديك مثال بسيط، فتوح لما كان خبط اللي هو امين الشرطه اللي هو رحمه الله عليه، ربنا يجعله من اهل الجنه يا رب. طبعا عارفين مين اللي فبرك تصريحات على لسان فتوح وهو في محبسه، هو الراجل يعني فتوح محبوس. عارفين مين اللي فبرك التصريحات عليه عشان يعمل مشكلة بينه وبين أسرة المتوفى؟ احنا عارفين الناس دي كلها، كل الناس دي عارفينها. ودايما الصفحات دي يعني بتبقى عايزة تهد استقرار نادي الزمالك من لعيبة نادي الزمالك، سواء بقى بيطلعوا بوستات مش حقيقية على اللعيبة عشان يبقى في مشاكل بين اللعيبة وبين الإدارة. فحتة الملعوب ان انتوا او الصفحات عايزة تعمله واللي هو على نظام الوقيعة بين اسطوره كبيره زي محمود عبد الرازق شيكابالا وبين اداره نادي الزمالك او او جمهور نادي الزمالك. طبعا الناس كلها عارفه خطوره الكلام ده، والناس كلها عارفه ان كل ده ليس له اساس من الصحه. شفنا كمان شيكابالا هو بيقول ميدو كان بيضغط عليه. هل الناس دي بتضغط على شيكابالا ان هو يعتزل وفي نفس الوقت يضغطوا عليه ان هو يكمل الموسم القادم؟ طبعا كلام ليس له اساس من الصحه. شيكابالا يعشقه الكثير والكثير داخل مصر وداخل الدوري المصري، سواء لعيبه سواء جمهور من جميع الانديه، من جميع الانديه باستثناء قطاع. هو القطاع ده اللي هو كان دايما بيسخر من شيكابالا، كان دايما بيتنمر على شيكابالا، كان دايما طبعا بيقول كلام وفي تنمر على شيكابالا واسرته. كان دايما في اصطياد لشيكابالا، كان دايما حاطين شيكابالا تارجت قدامهم ان هم يسخروا منه ويقلوا منه. طبعا كلنا عارفين القطاع ده كويس، ولكن في النهاية شاء من شاء وأبى من أبى. أسطورة شيكابالا، شيكابالا أسطورة كبيرة. في النهاية أيضا شيكابالا من أمهر من لمس الكرة داخل الدوري المصري. شيكابالا طبعا نجم كبير داخل الدوري المصري. شيكابالا يمكن دون اسمه أو سطر اسمه وسط عمالقة ارتدوا تيشيرت نادي الزمالك او وسط ابناء نادي الزمالك. فطبعا ده امر يعني سعيد
وفي نفس الوقت امر محزن لجماهير نادي الزمالك. ففي البدايه يعني في النهايه نتمنى ان شيكابالا طبعا كل التوفيق والخير لشيكابالا. وكمان مضى على عقد في قناه ام بي سي، اللي هو عقد اعلاني، هيقدم برنامج في قناه ام بي سي من موسم الرياض. شفنا كمان دي كانت مفاجاه من قناه ام بي سي لمحمود عبد الرازق شيكابالا. طبعا شيكابالا في قلب كل زملكاوي، هو اعتزل كرة القدم ولكن هو بالنسبة للجمهور أسطورة كبيرة داخل نادي الزمالك. وإن شاء الله نتمنى لشيكابالا كل التوفيق فيما هو قادم، سواء بقى في العمل الإعلامي أو بعد العمل الإعلامي يتفرغ لمجال التدريب. وإن شاء الله طبعا نتمنى التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم. أشكر حضراتكم وأشوف حضراتكم في فيديو جديد.